الزوجة دي خرجت من أوضتها، لقت جوزها وأخوه، واحد فيهم بيدي للتاني فلوس والتاني بيديله مفتاح العربية. فجوزها أول ما شافها قال لها خدي الفلوس دي. قالت له فلوس إيه دي؟ قال لها دي زي ما أنت عارفة أخويا بيته بعيد جدا وبيضطر يركب مواصلات، فأنا قررت إن أنا أبيع له العربية القديمة. قالت له بس العربية مش للبيع. قال لها يعني إيه؟ إحنا مش محتاجين لها. قالت له وأنا قلت لك العربية مش للبيع. هنا أخو الزوج أحرج، فقال لهم خلاص ما تتخانقوش مع بعض، خدي مفتاح العربية ومفيش مشكلة. قالت له انت فهمتني غلط، خلي المفتاح معاك. اخوك هو اللي صرف عليك ورباك وكان بيشتغل 3 شغلانات في اليوم علشان يقدر يكفي مصاريفك بعد ما والدك ووالدتك اتوفوا وسابوك. هل ينفع بعد كل ده تبيع له العربية وتاخد منه فلوس؟ هات الفلوس دي. واديتها لاخوه. قالت له العربية دي اقل هدية احنا ممكن نقدمها لك بعد وقفتك جنبنا طول السنين اللي فاتت. والزوجة الأصيلة الشاطرة هي اللي دايما تصلح أخطاء زوجها، تقف جنبه وتساعده على الصح.